بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة سنة 6 ابتدائي. النهاردة هنبدأ في ليسن 3 الدرس الثالث من يونت 1 من الوحدة الأولى. تعال نشوف درس النهاردة بعنوان إيه. درس النهاردة بعنوان An Egyptian Masterpiece، تحفة فنية مصرية. يلا نبدأ ناخد أهم الكلمات اللي جت في الدرس وأهم الأفعال وكمان النقاط الهامة على نصوص الاستماع والقراءة. talented talented موهوب. incredible incredible رائع أو لا يصدق. mural mural لوحة جدارية يعني رسم على الحائط. sketch sketch رسم مبدئي. exhibition exhibition معرض فني. definitely definitely بالتأكيد. tiny tiny صغير جدا. huge huge ضخم جدا. sphinx sphinx أبو الهول. university student university student يعني طالب جامعي. absolutely absolutely تماما أو للغاية. trolley trolley حقا أو بالفعل. وهننقل على تصريف الأفعال. impress impressed impress impressed يبهر أو يدهش. imagine imagined imagine imagined يتخيل. begin began begin began يبدأ. make made make made يصنع. وننقل على نقاط هامة على نصوص الاستماع والقراءة. فأول فكرة بيقول لي علي and كريم visited علي وكريم زاروا the art exhibition المعرض الفني about محمود مختار عن محمود مختار. محمود مختار was a talented Egyptian artist. محمود مختار كان فنان مصري موهوب. محمود مختار made a big statue. ومحمود مختار صنع تمثال ضخم called يسمى نهضة مصر. علي saw مختار's first sketch for نهضة مصر statue. وعلي شاف الرسم المبدئي الأول لتمثال نهضة مصر. He preferred his paintings وهو فضل لوحاته. كريم saw the beautiful mural مختار created. وكريم شاف اللوحة الجدارية الجميلة اللي محمود مختار صنعها. دلوقتي عندنا سؤال choose the correct answer اختار الإجابة السليمة. في نمبر 1 بيقول لي at the history نقط في ايه التاريخي we saw ancient artifacts from ancient Egypt. احنا شفنا آثار قديمة من مصر القديمة. ايه المكان التاريخي اللي هنشوف فيه آثار من مصر القديمة؟ تمام، exhibition. وإكسبيشن هنا معناها معرض. نقول الجملة تاني at the history exhibition في المعرض التاريخي we saw ancient artifacts احنا شفنا آثار قديمة from ancient Egypt من مصر القديمة. Number 2 my sister is very نقط. my sister is very a at singing يعني أختي إيه جدا في الغناء. she sings really well هي بتغني حقيقي بطريقة جيدة. يبقى مدام بتغني بطريقة جيدة يبقى ايه my sister is very ايه تمام talented
موهوبة جدا. يبقى my sister is very talented. أختي موهوبة جدا at singing في الغناء. she sings really well. هي بتغني بطريقة جيدة. Number 3. The artist painted a wonderful نقط on the school wall. يعني الفنان رسم ايه رائع على حائط المدرسة. طيب العمل الفني اللي بنرسمه على الحيطة بنسميه ايه؟ بنسميه لوحة جدارية. يلا فكر معايا، فين كلمة لوحة جدارية؟ وكلمة لوحة جدارية يعني لوحة معمولة على الجدار. برافو، ميورال. يبقى the artist painted a wonderful mural. الفنان رسم لوحة جدارية رائعة on the school wall على حائط المدرسة. Number 4. I made a quick note of a flower in my notebook. أنا عملت إيه سريع لزهرة في كراستي. نختار إيه؟ برافو، سكتش. وسكتش يعني رسم مبدئي. يبقى I made a quick sketch يعني أنا عملت رسم مبدئي سريع of a flower لزهرة in my notebook في كراستي. The elephant is not small. الفيل مش صغير. It is a الشيء اللي مش صغير يبقى ايه؟ برافو، huge، ضخم. يبقى the elephant is not small. الفيل ليس صغير. It is huge. إنه ضخم. Number 6. The Nut is a famous statue in Egypt. إيه هو تمثال مشهور في مصر with a lion's body بجسم أسد and human's head وبرأس بشرية أو رأس إنسان. إيه التمثال المشهور اللي بجسم أسد وبرأس إنسان؟ تمام، سفنكس، أبو الهول. يبقى the Sphinx أبو الهول is a famous statue هو تمثال مشهور in Egypt في مصر with a lion's body بجسم أسد and human's head ورأس إنسان. ويلا بينا ننقل على listening and reading الاستماع والقراءة. هنا بيقول لي listen and read the dialogue. استمع واقرأ المحادثة. الحوار اللي هنا بين علي وبين كريم. تعال نشوف علي بيقول ايه. كريم، remember that amazing art exhibition we visited last month. هو انت فاكر المعرض الفني المدهش اللي احنا زرناه الشهر اللي فات؟ It was about a truly talented Egyptian artist. إنه كان عن فنان مصري موهوب حقا. تعال نشوف كريم بيرد بيقول ايه. Oh yes، نعم. It was about محمود مختار. ده كان عن الفنان محمود مختار. He made a big statue called نهضة مصر. هو صنع تمثال ضخم يسمى نهضة مصر. It shows a woman and a sphinx. إنه يظهر امرأة وأبو الهول. I cannot imagine. وأنا مش قادر أتخيل how he began to carve this huge statue. إزاي هو بدأ ينحت هذا التمثال الضخم. وتعالى نشوف رد علي. I know، أنا أعلم. The sculpture was absolutely incredible. التمثال كان مذهل حقا. I also saw his first sketch for it. أنا كمان شفت أول رسم مبدئي علشانه، يعني علشان التمثال. But I definitely preferred his paintings. لكن أنا فضلت لوحاته. Did you see the beautiful mural he's created؟ هو أنت شفت اللوحة الجدارية الجميلة اللي هو صنعها؟ وهنا كريم بيقول I did، أنا رأيتها. and I saw the small canvas he painted. وكمان أنا شفت اللوحة الصغيرة اللي هو رسمها when he was a university student. It was right next to
إنها كانت بجوار both كل من his old palette and a tiny paintbrush. قال له واللوحة الصغيرة دي كانت جنب كل من لوحة تلوين وكمان فرشة التلوين الصغيرة. His pottery room وغرفة الخزف الخاصة بيه was also very interesting. كانت أيضا شيقة جدا. He really was a talented artist. إنه كان حقا فنان موهوب.